تقريبا كده كل سنة وفي نفس الميعاد نفس السؤال شاغل دماغ الإعلام الأهلاوي وجماهير النادي الأهلي. هو نفس السؤال بيتكرر كل سنة في نفس الميعاد. السؤال هو هي فلوس الزمالك منين؟ بالظبط كده زي ما سمعت. ده إعلام الأهلي دايما يطلع علينا في نفس التوقيت ويقول لك فلوس الزمالك منين، وكأني ان نادي الزمالك ده مش اكبر نادي موجود ولا اي حاجة، ولا نادي كبير ولا نادي بطولات ولا عنده رعاة ولا عنده مشاريع ولا عنده اي حاجة. سؤال غريب كل سنة بيطلع في نفس الميعاد. غريبة المرة دي بيقول لك الزمالك فك القيد ودفع الفلوس من فلوس بيراميدز عشان فوت المباراة. بس الحقيقة انا عايز اطمنك، كل اللي بيسأل فلوس الزمالك منين هطمنك وهقول لك فلوس الزمالك منين. فلوس الزمالك فلوس حلال ومصدرها معروف. اما في ناس تانية فلوسها مش حلال ومحدش عارف مصدرها جاي منين، وبتدفع بالملايين، ملايين الدولارات بتترمي ومحدش عارف جاي منين. اما نادي الزمالك عشان دفع 2 مليون دولار، فلوس الزمالك منين؟ تعالى برضو هقول لك فلوس الزمالك جت منين، ومش انا اللي هقول لك، برضو هو اعلام الاهلي اللي هيقول لك. بس اسمع في الاول الاهلي هيعمل ايه. نسمع كده. هي فلوس الزمالك منين؟ طب الاهلي وعنده رعاه وبكره عامل حفله لاحد الرعاه وجايب مطربين وايه كده يعني، ويوزعوا عربيات على الضيوف. ماشي. فالنهارده باتشيكو الزمالك دفع فلوس، وخالد بطيب الزمالك دفع فلوس، وانا اول واحد قلت لك الزمالك هيرفع القيد وهيدفع الفلوس لان جاله فلوس من موضوع المشروع التجاري اللي لسه ما طلعش، اللي هيخلص بعد سنه. الناس عملوا تعاقدات ودفعوا مقدمات عقود. زي ما سمعنا كده فلوس الزمالك جايه من المشاريع اللي نادي الزمالك هيعملها، وقال لك لسه المشاريع دي قدامها سنه لما تطلع للنور، ودي الفلوس اللي جايه من المشاريع. يعني لا فلوس بيراميدز ولا فلوس حرام ولا مصدرها مجهول. اما لو حبيت انت بتسأل بقى الخصم فلوسك جاية منين، هيقول لك رعاة. منين طيب الرعاة؟ رعاة مين اللي بيدفعوا لك المليارات اللي بتترمي في الارض؟ انا مش فاهم ولا عارف. مهم يعني انت من حقك ان انت تجيب لعيبتك وتدفع مليارات، اما نادي الزمالك لو طلع وسد ديون عليه تقول الفلوس جاية منين؟ حاجة غريبة جدا، عقليات متخلفة. بتحلل لنفسك اللي بتحرمه على الناس وترجع تقول احنا اللي بنركز معاك.